أسوأ حاجة ممكن تحصل لِك كأم، لمّا تكتشفي إن ولادِك كانوا في خطر وكانوا محتاجين حمايتِك وأنتِ ما تعرفيش، المدرسة، النادي، الموبايل والسوشيال ميديا، الدروس، القرايب، الجيران، العيلة، كلّها دواير ولادنا بيتعاملوا معاها، وأثناء التعامل ده بيتعرّضوا لمؤثرات بتفرق جدًا في تكوين شخصيتهم. ممكن يكون التأثير ده آمن وجيد، وممكن يكون دايرة من الدواير دي بتأثّر عليهم بشكل خطير جدًا، وإحنا ما عندناش أهم من ولادنا ولا أغلى منهم عشان نخاف عليهم ونحميهم. إزاي نقدر نحلل كل الدواير اللي ولادنا بيتعاملوا معاها، وإزاي نقدر نكتشف الخطر قبل ما يأثّر عليهم؟ عندنا مهمة هنقوم بيها وهي الوعي، اللي هيخلّيكِ تقدري تستشعري الخطر قبل ما يأثّر وتعملي خطة وقاية وحماية وأنتِ لسه ما اتعرّضتيش لأي مشاكل. الوعي هيخلّيكِ تعرفي تحميهم صح. سجّلي معانا في ورشة خريطة الحماية واكتشفي دوائر الخطر قبل ما ولادِك يتأثّروا بيها، واعملي خطة وقاية ونامي وأنتِ قلبِك متطمن.